المغاربة يطالبون الفيفا بإعادة مباراة المغرب وفرنسا بسبب الظلم التحكيمي، واحتجاج رسمي مغربي لدى الفيفا بعد أن حرم الحكم أرتورو راموس بسبب أخطائه التحكيمية الكارثية أسود الأطلس من الفوز على فرنسا. وفي التفاصيل، وبعدما شهدته مباراة نصف نهائي مونديال قطر التي انتهت بفوز فرنسا ب2-0 على المغرب وتأهلها للمباراة النهائية من أخطاء تحكيمية كارثية ليس فقط من الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، بل أيضا من طاقم التحكيم كله، خاصة طاقم الفار. وعبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن احتجاجها الكبير رسميا لدى الفيفا على تلك الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل. الجامعة المغربية لكرة القدم تحتج على أرتورو راموس وتصدر بلاغا رئيسيا ناريا على موقعها الرسمي جاء فيه: احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام فرنسا بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس بازويلوس. وتابعت الجامعة قائلة: جاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مستغربة في الوقت ذاته من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك. وأضافت الجامعة برئاسة فوزي الأقجع أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا الوطني، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي برسم نصف نهائي كأس العالم. الأخطاء التحكيمية في مباراة فرنسا والمغرب وخلال المباراة يوم أمس الأربعاء اعترض لاعبو منتخب المغرب كثيرا على الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس الذي أدار مباراتهم أمام فرنسا، حتى أن الظهير الأيمن للمنتخب المغربي أشرف حكيمي عبر خلال المقابلة عن غضبه الكبير على الحكم. وانتقد اللاعبين المغاربة كثيرا قرارات الحكم المكسيكي خاصة في الشوط الأول، وطالبوا باحتساب ركلتي جزاء لكن دون جدوى، حيث رأى المكسيكي أن اللعبتين لا تستحقان احتساب الركلتين. وتفاعل كثيرون من الخبراء في التحكيم، وتفاعل لاعب سابق مع الأخطاء التحكيمية للحكم المكسيكي في مباراة منتخب المغرب وفرنسا، مشيرين أن المنتخب المغربي تعرض لظلم تحكيمي كارثي كان سببا في إقصائهم بالدرجة الأولى، وأن الفيفا عليها أن تفتح تحقيقا ضد هذا الحكم لتعرف ملابسات قراراته الغريبة. نشكركم على حسن المتابعة.